ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم نادر سمير. انتوا متعودين على محمد حسن زمالك، بس النهارده اتفرجت على مع ماركو. ضيف خفيف يا باشا انت ضيف دائم، يا انت باشا صاحب ربنا القناه. يا باشا ربنا يخليك يا وبعدين باشا. الزمالك كسبان. الحمد لله. الحمد لله عدت. الحمد لله. يعني اول مره الزمالك رضا. انا قلت بقى في بقى حرق الدم، وفي بقى مش عارف ايه، ونفضل نتنطط. بسم الله الرحمن الرحيم، اول 10 دقايق ربع ساعه هوب هوب هوب، الحمد لله عدت. عدت بسهوله، وده مش الزمالك. ودي مشكله. ده مش هو النهارده انا يومي الصبح كان وحش، بس الحمد مش لله. هنتكلم يا جماعه على توتنهام وارسنال، مش هنعديها عشان معلش. احنا خسرنا بعض في الماتش ده. احنا هنشوف الرياكشن في ارزع مع مروان. بس بس رجعنا حبايب واخوات تاني. الزمالك انا صالحنا. قلت لك عيب عليك، قلت لك الحمد لله. احنا اخوات الساعه 7. هو الحمد لله ان اخوات اليوم على طول. الاخوات على طول ده اكيد، بس الحمد لله ان اليوم ما قفلش وحش. الحمد لله. الحمد لا ده لله. كان، انا عايز اقول لك على كان الموضوع هيبقى صعب مش يوم. انا كنت هتقفل لمده ما تقلش عن شهر ونص. الحمد فاهم؟ لله ان هي عدت على الحمد خير. لله. احنا اصلا محتاجين البطوله دي اكتر من اي حد دي الصراحه. حقيقه. والبطوله دي ما فيهاش تهريج، يعني احنا لو ما خدناش البطوله دي يبقى اللعيبه تسال مسؤوليه كامله، مش اللعيبه بالاداره، بالمجلس. بكل بالجهاز فني، اي حد مسؤول عن الفريق الكوره في الزمالك. انا بتكلم هنا على الفريق الكوره، لسه هنتكلم على الالعاب التانية، بس فريق الكوره بالزمالك البطوله دي اهم من اي حاجه دلوقتي. يعني انت قول، اتكلم معايا، انا عايزك انت. لا انا مبسوط قوي الصراحه النهارده ان احنا كسبنا. الحمد لله. الحمد لله. بس طبعا في علامات استفهام كتير على الجهاز الفني. صح. لعيب زي زياد كمال ده النهارده، معلش، ما طب كانش ما- بيلعب ليه؟ يعني علامه استفهام كبيره قوي. اللعيب ده فين؟ انت من ساعه ما جبته، طب هل هو كان بيجهز؟ طب انت لو هو بيجهز، احنا كنا بنشوفه على دكه الاحتياطي ليه؟ صح. لو هو مش جاهز ما كانش هيخش ال موجود 18. بالظبط. تمام. واضح ان هو لعيب فارق، ولا فارق معاك بره، سيبك من ضعف المنافس كده كده في الفرقه دي. يعني احنا صح. تهريج ان احنا نتعادل معاه في بالظبط. القاهره، مش ان احنا نتعادل معاه، ان يبقى ادائنا زي الزفت كده صح. وما نروحش على الجون غير اخر 10 دقائق في صح الماتش. صح فانت جدا. اصلا فرقه زي دي تديها 5 في مصر مستريح، ما تروحش هناك تلعب وتروح أصلاً. هناك تكسب 3 4 بالظبط. تاني يعني. فرقه تعبانه جدا الصراحه، وما اعرفش ازاي دي فرقه اصلا اتاهلت لبطوله افريقيا او كسبت دوري بلدها او طلعت تاني. دي حاجه انا عايز اقول صدفه. لكم يا جماعه، احنا ده الفرقه ال 15 على الدوري الغاني، والله ال 14 على الدوري الغاني. فالموضوع في حاجه برضو في زياد كمال. انت اول ماتش تلعبه في الظروف دي، الناس كلها كانت مستبعده زياد كمال، تمام، وقال لك محمد شحاته اللي هيبدا. انت في ماتش زي ده لعبت زياد كمال اساسي وطلع بالمستوى ده. لا، وفي حاجه تانية، هل هو اتصاب النهارده؟ امم هل هو لعيب عنده اصابات مزمنه؟ طب ولو عنده اصابات مزمنه، ما طب ما اللي يسال في حاجه زي دي. تمام. اللي هي تعاقد معاه. اداره النادي، صح. الراجل اللي تعاقد معاه. تمام. في لخبطه. لا وخلي بالك، وعقده الغريب جدا. بص انا مش هتكلم في العقد، يعني دي مش مشكلتنا النهارده يعني. تمام. احنا الحمد لله كسبنا، دي الحمد أهم لله حاجة. عدت. وانت لازم بقى، انا شايف ماتشات الدوري الجايه، حتى لو انت لسه بتنافس على الدوري، امم انت لازم تدي اللعيبه اللي بتلعب في الكونفدراليه. انت لازم تشوف واحد زي زياد كمال ده، امم واحد زي موتيابا، صح. حتى لو هو وحش. تمام. لازم او لازم مش وحش، هو لسه بدري عليه. يعني لازم هم دول اللي يكونوا اساسيين، وعبد الله وناصر هم اللي يريحوا. بس انا ضدك بصراحه يا مارك في الحته دي، لان انت مش يريحوا، يكونوا موجودين، بس انت مش بقول لك تدخل معاهم اللعيبه ما دي. يكونوش في ال 18، يعني يكونوا في ال 18 مم. طبعا، لان انت هتحتاج لعيب زي عبد الله وهتحتاج لعيب زي ناصر. تمام. بس انت لازم تجهز اللعيبه، لان انت عندك ماتشين مصر طب الجديد. ممكن اقول لك على حاجه، ارد أكيد. عليك واقول لك على حاجه. ما هو خلي بالك، انت برضو بتلعب الدوري، مش هقول لك بتنافس على الدوري دلوقتي. لا انت بتنافس. مش هقول، ما انا مش هاخد لك من الحته دي، الجزئيه دي. ماشي. انت على الاقل انت قدامك حوالي 4 5 ماتشات لازم تكسبهم كلهم، علشان تلعب بطوله افريقيا السنه الجايه. بطوله افريقيا سواء بطوله دوري ابطال افريقيا او كونفدراليه. فاهم قصدي؟ فاهم. فانا عشان كده بقول لك برضه، ده غير ان انت دلوقتي انا ما بعد بقولش يلعبوا مكسب. اساسيين، بس ياخدوا. ما انا قصدي؟ فاهم قصدك، ان احنا ندخلهم وسط المعمعه دي. انت اهم عندك ايه دلوقتي؟ البطوله دي. الكونفدراليه بس- مليون في المية، بس مليون في المية. عشان انت، انا مش عايز اخش دلوقتي، يعني احنا هنتكلم على مجلس اداره واقول شويه حاجات. بس انت دلوقتي انت مبسوط، ودي اهم حاجه ان انت عديت. الحمد مكسب لله. سهل. تمام. لا في علامات وثقه ان انت طبعا. خلي هو مكسب، هو مكسب سهل بس احنا حته ايه، ان انت كنت هنا 0-0، رحت هناك قلت احنا هنكسب. الحمد لله. ولقطه الجماهير، العناصر اللي كانت موجوده من الوايت نايتس كانوا راحوا للنادي، والبانر اللي اتعلق، والقعده بتاعت، والكلام اللي قاله شيكابالا ان احنا رايحين هناك نكسب، كلام كل اللعيبه اللي في المؤتمر ان احنا رايحين هناك نكسب، وده اللي حصل. سهلت على نفسك الدنيا، ده فانت حقيقي. ابني على الثقه اللي انت خدتها من الماتش ده. انت كمان لازم دلوقتي في لعيبه بعينها
انا ما بحبش اختص، بس بصراحه في لعيبه بعينها اخر فتره لازم تشكرها. حقيقه تمام؟ حقيقه. انا عامه انا كمارك انا ممكن اكون مختلف على عمر جابر كلاعب كوره في حاجات كتير جدا، بس انا الفتره اللي انا فاتت بصراحه عمر تطور جابر اخر كبير. 15 ماتش لا كبير مثلا مع الزمالك رهيب او 10 ماتشات على بصراحه. الاقل، عمر عامل اداء تطور عالمي رهيب، تطور رهيب، مختلف تماما يعني، بصراحه. مختلف تماما. حمزه المسلوسي انت اخويا، حمزه انت البطوله اخويا دي باسمه، والله البطوله العظيم. دي باسمه، باسم انا الرحمن. انا بعشق اي لعيب راجل، وانت راجل دي من حقيقه. الاخر يعني، انا ما اقدرش اقول لك غير ان انت راجل. جون التا سولار، جون فيوتشر، الجون النهارده اللي ماليش فتح دعوه باي جون في ادائه في الملعب، في بالظبط. ادائه في الملعب، راجل بطولته راجل. بطولته مليون في المية بطولته. حتى لو دونجا كان وحش النهارده، دونجا اخر 15 ماتش بجد من نجوم الفرقه. لما اقول لك على حاجه، لما جه جنبه ناس بتلعب كوره بالظبط كده، هي دي الراجل النقطه، ظهر هي دي النقطه. وعلى فكره هو برضه لعبنا كوره. دونجا كان نجم ماتش الاهلي مم. بامانه الله، ما فيهاش اي جدال. لا هو ماتش الاهلي اللعيبه كلها. وحسام عبد المجيد طبعا. لا حسام عبد المجيد ده بقى، دي بقى حسام عبد المجيد يا جماعه، انا بصراحه بس حسام كان كارثه كارثه النهارده، كان ممكن يخش جولين دي حقيقه، دي حقيقه. بس حسام احنا بنتكلم بقى في المجمل الفتره الاخيره. حسام عبد المجيد انا ما اعرفش هل ده تطور بسبب جوميز، ولا هو اشتغل على نفسه، ولا هو هو كميته بتيجي مع البرتغاليين مثلا مثلا زي جدي مثلا. مثلا. بس هو في اللي انا بكلمك فيه ان هو، لا هو حصل حاجه غريبه. ايه الحاجه الغريبه اللي حصلت في حسام عبد المجيد يا مارك؟ بس لسه في غلطات. بص لسه في غلطات مش 100%، هقول لك طبيعي، هقول لك بس اتحسن كتير. هقول لك ايه الميزه. الميزه ان هو خف الضغط من عليه، لان هو في نص الملعب بيلعب لعيب الكوره، صح. فاهم؟ فان انت تبقى دايما واقف كل اللي حواليك لعيب الكوره فبيظهروا لك، فما بتغلطش كتير، فهو ده اللي مبينه كويس. صح. يعني حسام لما كان بيلعب دونجا رو او عمرو السيسي الموضوع طبعا صعب ضحك تمام. كروي، لان هو صعب لما بيجي تمام. يطلع بالكوره هو مش حلو خالص في طلوع بالكوره، فاهم؟ بلس ان حمزه، لا حمزه يعني شال من عليك شايل كتير، شال من عليك كتير، ده شايل بلاوي بالظبط. غير عبد الغني لا مثلا، يعني فاهم؟ انت لما يلعب جنبك حمزه المسوسي غير لما يلعب جنبك عبد الغني، مفيش لان عبد الغني مقارنة. يعني ريحنا كلنا الحمد لله ان هو مشي، يعني بالظبط، فاهم؟ ربنا يكرمه يعني. لا ربنا يكرمه، بعيد عننا. بعيد عننا ده اكيد. طب انا عايز اقول لك على حاجه، الماتش الجاي يوم الخميس ماتش البنك الاهلي، عبد الغني لو هيلعب يا جماعه هيعمل حاجتين. مش هجيب جول هيبقى سبب جول للزمالك، من كتر ما هو فاشل، مش هجيب تمام، جول. يا اما هيحط فينا جول. مش هجيب جول يا رب لا, إن بس شاء دي الله حاجات انت عارف، انت في علم الغيب. الحاجات بتاعت الزمالك دي لا انا عارف، بس ايه اللي ده صعب. ده هتبقى صعبه قوي. صعب. طب انت ايه رايك في الخط اللي قدام؟ انا محتاج فرود باي طريقه في الحياه، لان سيف الجزيري هيفضل بس قدام الناس في الماتشات اللي هي فيها مساحات، اللي هي في السنه كلها ما تعديش 3 4 ماتشات. بالظبط. هو لعيب كويس، لكن انا 90% عايز من فرق أخلص. الدوري بتلعب لو بلوك معايا، بتلعب تحت الكوره. فسيف الجزيري في الحته الضيقه على الله ان شاء الله. انا يا جماعه انا عايز مهاجم في ال 18 يخطف، عايز مهاجم طويل، عايز مهاجم بيلعب بدماغه وبرجله اليمين او الشمال حلو جدا، عايز مهاجم بيقطع على القريبه. انا عايز مهاجم زي الواد اللي قال جنب بصراحه، كلمه حق. دي حقيقه، فرود دي حقيقه، زي ما قال الكتاب بتاع دي الكوره. حقيقه، دي حقيقه. بأمانة مهاجم الله. وشفناه خلي بالك في كذا ماتش، يعني هو مش قلنا كده عشان جاب جون حلو في ماتش مازيمبي، لا ماليش دعوه لا بالجون لا لا, أصلاً. لا هو يا جماعه تحركاته فينتاته سريع، بيلعب تحس انه بيلعب لا، برجلين الاثنين، بيلعب برجله الاثنين بالظبط. وذكي جدا بالظبط كده بالظبط. انا عندي سيف الجزيري هو بالكوره ضعيف جدا، ده ما بيعرفش يستلم. سيبك، ما بيعرفش يستلم، ما بيعرفش يجري بالكوره 3 خطوات. هقول لك على حاجه، سيف الجزيري بحسه ان هو لعيب شمال افريقي ذهنيا، ايوه بس اللعيب اللي مش عايز ياخد فاولات، اللي بالظبط اللي عايز كده. يتطرف على ال 18 يكسب لك كوره ثانيه يجيب لك ضربات جزاء، الكرة مش عارف بالظبط. ايه، يخطف مش عارف، يطلع لك مهاجم مدافع بره الحسبه خالص نفسيا، زي ما عمل مع عبد المنعم في ماتش الاهلي وحاجات كتير كده. بس هو كمهاجم الزمالك، لا يا جماعه، لا يا جماعه، هو احسن واحد من اللي موجودين، بس اللي عشان هم اللي موجودين مفيش حد سيئين. موجود اصلا. بالظبط كده. استاذ ناصر منسي سلام بقى. منسي أنا ناصر قلت منسي سلام. سلام بقى خالص يعني، سلام. شوف انت الموضوع إيه كان ايه قصتك معانا، امشي. يعني لا هو مش قادر اتكلم، انا مش عايز، انا مش عايز اخرج يعني اهاجمه هجوم بره عن الملعب، تمام. بس هو انا بص، اي لعيب بصراحه كده، اي لعيب موجود مش في وسط السوق اللي موجود في سكواد الزمالك الافريقي دلوقتي، ما ثبتش نفسه في وسط السوق ده، لا يبقى انت كده لعيب. عكس مثلا مين؟ دونجا.
دونجا في وسط السوق اللي موجود لا اثبت انه لعيب كويس ويجي منه مع حد تقيل ولعيب تبني عليه بالظبط كده. عكس حسام لا لعيب كويس يعني موجود مع اللي جاي مع اللي مع جايين. احترامي لحسام احنا لسه محتاجين مساك. ده كده كده محتاجين مساك، انا ما بقولكش ان هو احسن واحد. حسام سكواد بلاير بس مش لعيب تعتمد عليه اساس من الزمالك. متفق معاك، انا ما بقولش ان هو احسن مدافع في مصر دلوقتي، انا بقول لك تطور كبير. مش هو حسام عبد المجيد اللي موجود قبل كده. طبعا عمر جابر نفس الموضوع، عمر جابر في نفس الفكره اللي بكلمك فيها. عمر جابر مختلف تماما، مستواه عالي جدا 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 الفتره اللي فاتت، بس برضو محتاجين باك رايت، طبعا محتاجين باك ليفت. احتياطي الفتوح ده مليون لا الزمالك ومش احتياطي كمان لفتوح. انا عايز لعيب يا باشا اجيب باك رايت يلعب على فتوح، يبقى في منافسه. فتوح باك ليفت اسف يلعب على فتوح يلعب، يبقى في منافسه، مش اللي هو جاي انا بديل لفتوح، لا بالعكس خالص. فاهم الفكره؟ طبعا محتاجين حد في نص الملعب، محتاجين يعني محتاجين طقم وينجات. مش انا محتاج حد مكان شلبي، انا اي حد مكان شلبي بجد. انا نفسي اعرف حاجه، هو جاب الجون النهارده تمام، انا مش عايز اخرج بره السياق، بس انا عايز الحركه اللي عملها دي، ايه الحركه اللي عملها دي؟ ملهاش اي لازمه. ممكن اقول حاجه؟ ما انا مش عايزك تقول حاجه لفظيه. لا مش هقول حاجه لفظيه، يعني مش عايز اهانات برضه. لا يا عم هو راجل اهلاوي، انت طب مش طايقنا ما تلعبش عندنا يا عم عادي. يعني انا انت اهلاوي واحنا عارفين ان انت اهلاوي تمام. في لعيبه في الزمالك اهلاويه بتلعب، وفي لعيبه في الاهلي زملكاويه بتلعب، لكن بيموتوا نفسهم، لكن انت بتمن علينا يعني. بالظبط انت يا عم مش عايز تلعب ما تلعبش. انا يعني. انا قلتها الحلقه اللي فاتت، وكان في خناقه مع الزمالك في الموضوع ده. انا يا باشا انا مش عايزه يكمل في الفرقه، عارف ان هو ما بيديش خالص، عارف ان هو بيلعب ما احنا شفناه في الملعب كتير، ما بيعمل يعني هو لعيب سيء، لعيب مستوى سيء تمام، بس على الاقل بيدي. يعني حماده طلبه كان مدافع مستوى قليل، بس كانت رجولته معوضه الكلام ده، احنا كنا شايفين وحاسين بده. فاهم قصدي؟ مصطفى شلبي بعيد خالص عن الكلام ده. انت لما جبت جون، واقول لك على حاجه بقى، انا اتخانقت مع الزمالك في ايه؟ لو جاب جون مؤثر يعني مثلا الزمالك كسب 1-0 هو اللي جابه، لا يا عم الماتش ليه يتنسب ليه. لكن يا باشا انت جايب الثالث، واسوأ لعيب في الملعب يعني انت جايب الثالث، انت بتعمل ايه؟ ومش واتخانقت مع الزمالك في حته ان مش عايزين نوصل الهجوم يبقى في الملعب، مش عايزينه في حته تانية، وهو مصر يخلي الهجوم في الملعب وبره الملعب. فاهم قصدي؟ بص احنا الحمد لله نشكر ربنا، الحمد لله احنا وصلنا فاينل الححمد لله. لازم جوميز بقى يتصرف. ماتش يونايتد احنا عايزين جروس تاني في الماتش يونايتد. جوميز كان عنده مشكله كبيره جدا في الماتش الاولاني، ان تغييراته كانت وحشه جدا صح، واحنا كان ممكن من الشوط الثاني نقلب الماتش، لان احنا بنلعب فريق متواضع بزياده يعني جدا يعني مفاجاه كبيره ان هو وصل انا مفاجاه ان هو خرج الافريقي، ومفاجاه ان هو خرج استاد مالي. لا هو ان هو يتعادل معانا دي فضيحه. دي يعني فرقه زي دي احنا لو همنا بعض على القهوه نقعد نديهم 3 4 مستريح، يعني في مصر هنا نديهم 7 8 كمان الموضوع انا واصحابي يعني. فالموضوع غريب جدا، بس الحمد لله كانوا رايحين حفله. ما دي خلي بالك برضو، انا برضو في نقطه انا احنا عمرنا ما بنطلع من مكسب كبير غير الماتش اللي بعده خساره او تعادل. صح، وده الزمالك كنت لسه هقول لك ده، احنا عارفين ده، بس مش لدرجه ان تعدي مع فرقه زي دي. انا بقى ده كان عتابي كله بقى على الجهاز الفني وعلى الجهاز الاداري اللي هو كابتن عبد الواحد السيد. كان ده دوره، ان هو انتوا ما عملتوش حاجه. انا عايز اقول لك على حاجه، احنا كسبنا الاهلي وفرحنا وكل حاجه، بس لازم ندي الحاجه حجمها. طبعا يعني احنا 3 نقط يا جماعه. يا جماعه مكسب انت 3 نقط، وقفت الاهلي وقربت ورجعت المنافسه تاني يعني. تمام، بس يا جماعه برضو الموضوع اوفر. انا ماشي كمان رجع احتفل والجمهور احتفل وبتاع، بس نقطع بعد الماتش بيوم. ما انا احتفلت يا باشا ورقصت تاني يوم خلاص خلصت. انت عندك ماتش مهم، لكن اللعيبه نزلت ماتش دريمز الاول ده نزلها هيكسبوا اي وقت، وهيكسبوا بس انا عايز اشكر اللعيبه على حاجه. قول. انا عايز اشكر اللعيبه عشان اللي انا عارفه ان اللعيبه لحد النهارده ما خدتش ولا جنيه من فلوسها. دي كارثه. بص المعلومه دي فلوسها اللي هي فلوس ايه؟ فلوس عقودهم. يعني الموسم ده في لعيبه ما خدتش ال 25% من المقدم بتاع العقود. طب ما دي كارثه عن الاداره. بص الاداره بندعمها. انا بشكر اللعيبه جدا ان اللعيبه مستحمله حاجه زي دي وما بتتكلمش، مفيش حد يتكلم. بص انا عرفت المعلومه دي بس على قد ما احنا بنشكر اللعيبه، على قد انت لازم تنتقد الاداره. معلش يعني طبعا احنا الاداره ليها معايا موقفين اخرانيين.
اللعيبه دي لازم تاخد فلوسها، وقبل الكونفدراليه لازم اللعيبه دي تكون واخده على الاقل نفسيا 50% من عقودها. نفسيا يكون الموضوع رايح في حته تانية بالظبط. خالص. تمام. لازم يكون في مكافآت للكونفدراليه. ده كده هو مفيش مكافآت. يعني انا بقول لك اذا كان اللعيبه ما خدتش عقودها يعني دي مشكله، دي كارثه. دي تمام؟ مشكله كبيره لسه عارفها حالا يعني. وتالت حاجه ان فك القيد لو ما تفكش مجلس الاداره ده انا عايزه كله يمشي. مش هستنى بقى وتقول لي نصبر وما نصبرش. فك القيد ده بس مش اوبشن، لان انت من ساعه ما فكيت القيد اللي فات انت نايم على حوار بوطيب. بوطيب. اتعاقدت مع معلن واثنين وثلاثه. تمام. كان المفروض تروح تدفع الغرامات دي قبل ما توقف لك القيد. صح. بس دي مشكلتك بس انت. انا في نقطه انا عايز اتكلم فيها، مش عارف ده اتفضل. صح ولا غلط. فكره ان كابتن حسين لبيب يطلع، وانا ضد ان هو طلع، وضد ان هو قال ان هو بيمهد للجمهور الخطاب اللي جاي، وبعد كده حسام المندوي يطلع وناس من مجلس الاداره يطلعوا ان القيد اتقفل والمبلغ كبير وكل الكلام ده كله، بس جمهور الزمالك يعتبروا ان مفيش ايقاف قيد، في صفقات جديده جايه، في صفقات قويه جايه. باشا الزمالك الزمالك اتعاقد خدها مني بقى مع 7 لعيبه لحد دلوقتي، في 7 لعيبه ماضوا. مش هقول الكلام ده كبير، ومنهم 2 حراس مرمى. الله ايوه كده، ايوه كده. معنى كده ايه؟ ان ايقاف القيد بس في هو حركه العدم. بقى، معلش اصل احنا مش عيال صغيره. صح. تمام. اللي بيحصل كان من المجلس القديم ان هو دايما يحسسنا ان هو بيمن علينا. بالظبط ده احنا كده. مش هنشوفه تاني. لا ما ينفعش، ومش هنستحمله ما تاني. ينفع. احنا بندعم مجلس الاداره كده وراه، كده. وكنا يعني بقول لك ايه، انا لما هشام ناس نصر محترمة، كسب ناس منهم ناس محترمه. طبعا. وناس احنا عارفينها شخصيا. صح. وكل حاجه حقيقي. وناس بتحارب عشان الزمالك. بس فكره سوري انا اسف لا المقاطعة. تمام. فكره ان انت تحسسني ان انت عايز القيد يتقفل فانت عملت مجهود عشان القيد يتفتح، احنا ما بيضحكش علينا. انا فاهم اللي مش انت معنى بتتكلم إن فيه، أنت التمثيليه اللي حصلت. تمثيليه يعني مش لدرجه تمثيليه، بس انت مش لازم دايما تحسسني بونت. ان الوضع صعب وانت بتحله لي. يا عم احنا عارفين ان الوضع صعب. لا وهم عارفين ان الوضع وانا صعب. عارف ان انتوا عارفين ان الوضع صعب. لا النمر دي خلاص احنا شبعنا من الحاجات دي. كل الناس دي ناس محترمه وناس بتخدم النادي، والناس دي فوق دماغنا واللي عملوه انجاز وكل حاجه. بس لازم نخلص من النغمه بتاعت ان احنا ايه عايزين القيد يتفك، اصل احنا كل شويه نخش في ازمه، اصل انا كل شويه مش عارف ايه. فلازم نخلص. ماشي انا عارف ان الزمالك مضى لعيبه، والزمالك جاب لعيبه كتير الفتره الجايه وهيعلن عليها قبل الصيف في الصيف. ماشي بس لازم ما هو ده الحركات اكبر، دي ما اكبر تتعملش. هي كنت لسه اكلمك فيه ان ده حكايه ايقاف القيد دي هي والعدم سواء. هو دي حاجه حصلت، هم من الاخر كده اللي هو ايه، ده بونت ناخده عند الجمهور ان احنا فكنا القيد مرتين بسبب اخطاء الناس اللي كانت موجوده قبل كده. يا عم احنا عارفين والله. ما هو بقى ما هي دي النقطه، لا ان احنا يا خلاص جماعه بقى. احنا عارفين ده، احنا عارفين ان اي اخطاء هتيجي في اللي فاتت ده بسبب اللي كانوا موجودين. مش محتاجين يقف القيد ويحصل عشان تقولوا لنا ان احنا بصوا احنا بنحل اللي فات. وزي ما احنا كنا دايما بننتقد اللعيبه، صح. لازم نشكر اللعيبه مره انا متفاجئ من اللي انت بتقوله واربعه و10 صح. ان في لعيبه لحد دلوقتي 99% من لعيبه الزمالك ما خدوش جنيه يا جدعان من عقودهم السنه دي، وبيلعبوا عشان القيد يتفك ونجيب لعيبه وان احنا نفضل مكملين بننافس على الدوري وبننافس على الكونفدراليه لحد اخر نفس. فلازم نشكر لعيبه الزمالك طبعا جدا. زي ما كنا جداً بنطلع جداً. نهاجمهم لما يعملوا حاجات غير اخلاقيه وما تنفعش تتعمل. تمام. اللي بيعمل حاجه صح وحاجه تخدم النادي لازم نشيد بيه. مش احنا ما فيش حد عندنا فوق الزمالك. اللي هيلعب للزمالك واللي هيعمل للزمالك واللي هيشتغل للزمالك هنحطه فوق راسنا. اللي هيعمل عكس كده اول ناس هنبقى واقفين قدامه، واول ناس هنتكلم عليه، واول ناس هنهاجمه. وفي لعيب ممكن اقول عليه حاجه يعني يا باشا قول من غير ما نغلط يعني. في لعيب طلع بعد ماتش الاهلي وقال للعيبه في اوضه اللبس احنا بقى عندنا قضيه زي بتاعه الاهلي. لم نفسك. رساله وصلت. هقول كل حاجه انت بتعملها. عرفته. ف خلصان. هقول كل حاجه. انا كنادر يعني انت عرفت. بتلعب في الزمالك فخليك انسان محترم عشان انت بتلعب في نادي كبير يا ولد. لا انت خليك انسان محترم. والزمالك فريق كبير واكبر فريق في افريقيا، وللاسف هو مش عارف قيمه نفسه. يعني لو انت فاكر نفسك بتلعب في فرقه في نص الجدول او فرقه شركات صباح الفل ماتش امشي. خلاص. رجع لك امشي المنافسه عشان على الدوري. احنا الزمالك احنا بنكسب اي حد وما بنوقفش على حد. ففوق. هيشوف الفيديو.
هيشوف الفيديو والرساله وصلت. لا انا ممكن ابعته له برضه عادي. دي يا جماعه كانت حلقتنا ماتش بعد الماتش على طول كده. مبروك لينا، مبروك لينا مبروك. جدا جدا جدا. الحمد لله. انا وماركو كنا قاعدين، احنا اول 5 دقايق كنا مش عارف ايه. الحمد لله الدنيا مشيت، احنا ما كناش متوقعين كده. الحمد لله. طولنا اول عليكم. مره تمشي سهل يا زمالك. سالكه كده. لا وخلي بالك عايز مش مننا سالكة. ايه يا زمالك؟ هي مش سالكه بره، هي يعني هو الحمد لله كده، ما تعرفش الحمد لله ازاي. الحمد لله. ان شاء الله باذن الله ممكن نروح للمغرب بنسبه كبيره ان شاء الله احنا في المغرب. يعني، يا رب ان شاء الله باذن الله اظبط الورق الراجل ده لو والدنيا سافر كده. المغرب هيعمل لكم فلوج فلوج. فلوج رعب. يا رب يا رب نشوف الدنيا كده رايحه على فين. يلا شكرا، مبروك. حبيبي الحمد لله، مبروك ليكم. مبروك يا شباب.